كلنا عارفين ان البي ام دبليو اس 1000 ار ار واحد من اقوى واشهر السوبر سبورت في العالم. بس مش كل الناس عايزين يعيشوا نايمين على التانك، فبي ام قررت ان هي تقدم نفس القلب نفس الروح بس في جسم اخف اكتر، وده كان السبب اللي علشانه ظهر لنا الوحش ده الاس 1000 ار واحده بس، وفي ناس بتسميه سنجل ار، وده رمز النيكد بايكس عند بي ام، والدبل ار او الار ار ده رمز الريسنج. بس السؤال الحقيقي، هل قدموا حاجة فعلا تستاهل ولا كان مجرد تسويق وإكمالة كوليكشن من الآخر؟ ده اللي أنا أعرفه في الفيديو ده، فتأكد إنك مشترك وكمل الفيديو ده للآخر، لأنك بنسبة كبيرة هتعرف حاجات جديدة، وما تنساش تصلي على النبي. وقبل ما نبدأ كنت عاوز أقول حاجة مهمة، إحنا دلوقتي في رمضان وكل سنة وأنتم طيبين، ورمضان دايما فرصة ممتازة عشان تبطل أي عادة غلط كنت بتعملها، فنصيحتي ليك خد الخطوة وبطل أي عادة غلط، وحاول تحافظ على صلاتك، ده هيساعدك كتير. وخلينا دلوقتي نشوف الاس 1000 ار بيقول إيه. سنة 2009 بي ام دخلت عالم السوبر سبورت بقوه مع الاس 1000 ار ار، والبايك ده كان طفره فعلا في الاداء والتكنولوجيا، وفعلا اكتسح السوق بالذات في الفئه دي. لكن في مشكله، مش كل الناس عايزه بايك سوبر سبورت عدواني ومتعب بالذات للشارع. وبما ان فئه السوبر نيكد كانت بتكبر، بي ام قررت ان هي تستغل قوه الاس 1000 ار ار وتحولها لبايك نيكد اقرب للشارع. وهنا ظهر اول جيل من الاس 1000 ار سنه 2014. الاس 1000 ار بيشارك نفس الموتور مع الاس 1000 ار ار، بس مع شويه تعديلات عشان يبقى انسب للسواقه اليوميه. الموتور اللي هو ان لاين 4 4 سلندر 999 سي بيخرج حوالي 165 حصان وعزم 115 نيوتن متر. هنا في فرق كبير عن الاس 1000 ار ار اللي بيديك 205 حصان، لكن ده مش معناه ان البايك ضعيف، لان الباور ديليفري في الرينج المتوسط بقى اقوى واحسن للاستخدام في الشارع. طيب الكلام ده ممكن يبان انه صعب شويه، لكن لا، الكلام ده معناه ان البايك ده كويس في التسارع مقارنه بالنيكد بايكس التانية. طبعا هو مش اسرعهم، لكن مش هتحس انه بطيء مثلا، ففي برضه نقطه قوه في البايك ده، واوقات هتحس انه هيطير منك، بس برضه مش هيديك نفس احساس الريسنج لانه مش معمول عشان كده اصلا. الكويك شيفتر شغال زي السحر، واداء البايك ده في الطلوع والسرعات ممتاز. طيب ايه مشكلته الاساسيه؟ لو انت من الناس اللي بتحب الهاي ريفز والار بي ام العالي والتسارع الصاروخي بتاع الار ار، هتحس ان في حاجه هنا ناقصه. بس لو انت مش من الناس دي، فهتحس ان البايك ده فعليا صاروخ. هنا بقى نقطه الجدل، هل هو فعلا مريح ولا مجرد تعديل بسيط شالوا بيه شويه قطع وقللوا الباور وقال لك ده بايك مختلف؟ الاول، وضعيه الركوب اكتر راحه بكتير جدا عن الاس 1000 ار ار، لان هي مش مخلياك مرمي ناحيه التانك، انت قاعد ومرتاح. الهاندل بار اوسع ومع زوايا مختلفه بتخلي القياده اقل ضغط على الظهر والريست. وزن البايك حوالي 199 كيلو، خفيف بالنسبه لفئته طبعا، وانا هنا بتكلم على الموتوسيكلات النيكد بايكس ال 1000 سي سي. ولكن في مشكلة، الهيت مانجمنت في البايك ده تعبان، فالموتور بينقل حرارة عالية للراكب بالذات في الزحمة، وده بيدي إحساس مش مريح خالص بالذات لو الجو حر. ودي مشكلة كبيرة قوي، لأن الناس بتجيب النوع ده من الموتوسيكلات عشان خاطر مشاكل الحرارة دي، بس المشكلة لسه برضه أقل من الار ار أكيد، وبي ام دبليو بتقول إنها حلت أصلا المشكلة دي في الموديلات الجديدة. طيب نيجي بقى لأهم حاجة، التكنولوجيا والمواصفات. بي ام دبليو مش بتهزر في الحتة دي، وده واضح في التجهيزات. فخلينا نبدأ بأول حاجة، الشاشة الضخمة تقدر تشوف فيها كل البيانات اللي ممكن تتخيلها، من حالة الموتوسيكل لحالة كل حاجة فيه حرفيا. 4 أنظمة قيادة، رين ورود وديناميك برو، عشان تظبطهم على حسب اللي انت حابب تسوق ازاي النهارده. اي بي اس برو وتراكشن كنترول متغير حسب زاوية الميل، يعني على حسب البايك مايل قد ايه بيظبط لوحده التراكشن والاي بي اس من غير ما انت تتدخل. كويك شيفتر اب وداون طبعا، فوق وتحت. دايناميك دامبنج كنترول او الدي دي سي اللي بيعدل السسبنشن اوتوماتيك حسب الطريق، بحيث انك لو بتجري المساعد هيبقى ناشف لوحده، ولما تمشي بالراحه هيبقى طري من غير ما انت تتدخل برضه. عامه ده جزء بسيط من الحاجات اللي موجوده، في حاجات اكتر بكتير جدا ومحتاجه فيديو لوحدها، بس مش قلت لكم ان بي ام مش بتهزر؟ وحرفيا مفيش شركه تانية بتقدم تكنولوجيا زي بتاعه بي ام، ودي اكبر نقطه قوه عند البايك ده. طيب بعيدا عن التكنولوجيا والارقام على الورق، التجربه الفعليه عامله ازاي؟ لو جربت الاس 1000 ار هتحس انه ناقصه شويه عدوانيه وشراسه، وده بسبب التعديلات اللي بي ام دبليو عملتها عشان خاطر تخليها انسب للشارع، وده طبعا حسب كلام الناس اللي جربوه. صوت البايك ده جميل، لكن الكادم بتاعه مش بيدي نفس النغمه اللي بتلاقيها في الار ار، وده بيخلي ناس كتير بتعدل الاكزوست عشان يحلوا المشكله دي. طيب بالنسبه للمنافسين بقى، خلينا نكون واضحين، الفئه دي فيها منافسه قويه جدا، فكل الشركات بتحاول تقدم بايك للشارع اقوى من التانية، لان الفئه دي اكتر حاجه بتبيع واكتر حاجه عمليه بالنسبه للناس. فمثلا اشرس منافسين البايك ده دوجاتي ستريت فايتر في 4، وحش ايطالي اغلى طبعا بس اقوى بفرق كبير لانه عنده ارقام احسن عاليه جدا. كي تي ام سوبر دوك 1290 ار، اخف في الوزن واعنف في العزم جدا ومحبوب اكتر في امريكا. وياماها ام تي 10، الصوت متوحش واداء مش بعيد عنه، انا بحب البايك ده قوي عامه، تحسه معمول فعلا للشارع. ياماها شاطرين جدا في البايكات دي،
لكن الاس 1000 ار بيديك احسن تكنولوجيا في الفئه، ودي حاجه صعب تلاقيها في المنافسين. مع المنافسه الصعبه دي البايك ما حققش ارقام خرافيه زي اخوه الكبير، ولكنه كان محبوب ما بين الناس اللي بتحب بي ام دبليو. ففي اول سنتين اتباع منه اكتر من 20,000 نسخه عالميا. مبيعاته كانت قويه لحد ما يعني في اوروبا، لكن في امريكا فضلوا الام تي 10 والكي تي ام عليه. طيب سؤال اغلب الناس برضو بتساله، بي ام دبليو اس 1000 ار ليه مش منتشر زي الار ار؟ رغم انه بايك متكامل تقنيا، الا ان في شويه اسباب خلت الناس كتير تتردد قبل ما تشتريه. واحد، انه مش بنفس الحماس اللي في الار ار. ناس كتير كانت متوقعه البايك ده هيكون اقرب للار ار، لكن التعديلات على التورك والباور خلت احساسه هادي شويه. اتنين، السعر. اكيد سعر البايك ده كان مشكله، لان الفئه دي اللي بيكسب فيها دايما معتمد اعتماد كبير على السعر. من الاخر، مين يقدر يقدم احسن حاجه باقل سعر؟ وبي ام دبليو طبعا مش بتعمل كده. رغم انه مش اغلى نيكد برضه في السوق، واكيد قصدي على دوجاتي، لكنه اغلى من الام تي 10 واللي بيقدم اداء قريب بسعر ارخص. تلاتة، الحرارة العالية في الزحمة. الموتور بينقل حرارة كبيرة للراكب خصوصا جوه المدينة، وده ممكن يكون مزعج في الاستخدام اليومي، وده اللي اتكلمنا عليه من شوية. وعلى حسب كلام بي ام فالمشاكل دي اتحلت، او مشكلة الحرارة بس هي اللي اتحلت. بس برضه رغم المشاكل دي، بي ام قدرت تبيع آلاف النسخ، وسنة 2023 المبيعات عدت ل40,000 نسخة عالميا بعد ما غيروا شكله وخلوه شبه السالفي جدا، شبه العربيات بتاعتهم. طيب نيجي للحظة المهمة وسؤال الفيديو أصلا، هل هو مظلوم ولا هو اوفر ريتد؟ مظلوم فهو أيوه، لأنه بيتم مقارنته دايما بالار ار، وده مش عدل لأن دي فئة مختلفة، والهدف أصلا من البايك ده مختلف جدا، وما ينفعش يقارن بالار ار. المفروض نقارنه بحاجات تانية اللي هي النكد التانيين. وهل هو اوفر ريتد؟ أنا شايف إنه لأ. فعلا البايك ده بيقدم مميزات قوية جدا، لكنه مش لكل الناس أكيد. ولو أنت معاك بايك ريس وبتفكر تجيب الاس 1000 ار، غالبا هتحس إنك عملت داون جريد. لكن لو انت عايز بايك قوي رياضي ومريح للشارع، فالاس 1000 ار هيكون واحد من افضل الاختيارات، وبالذات مع التكنولوجيا الالمانيه. السؤال بقى، انت شايفه يستاهل ولا تحب حاجه تانية؟ قولي رايك في الكومنتات، وما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك، وشكرا على المشاهده.